أردوغان يصدر إعلان مهم يفاجئ جميع سكان العالم. تركيا تصعد عسكريا ضد قسد في سوريا وتشعل الحرب. حملة أمنية تركية تستهدف هذه الفئات من اللاجئين. تركيا تتخذ قرارها بشأن منح الجنسية للأجانب. القضاء التركي ينصف عروسة هرب خطيبها قبل الزفاف بيوم واحد. مذكرة توقيف تركيا بحق امرأة أحرقت المصحف في السويد. السلام عليكم واهلا بكم في نشرة الأخبار التركية. قبل البداية نأمل منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الإعجاب لكي يصلكم كل جديد. أردوغان يصدر. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تعتزم تحويل الحبوب الروسية التي سيتم إرسالها عبر البحر الأسود إلى بلاده إلى دقيق لنقلها فيما بعد إلى الدول الإفريقية. وقال أردوغان: لدينا رؤية موحدة مع روسيا وسنقوم بمعالجة الحبوب التي ستنقلها روسيا عبر الممر في البحر الأسود، وبعد ذلك سيتم إرسال هذا الدقيق إلى البلدان الفقيرة في إفريقيا والبلدان النامية. ولم يحدد الرئيس عن أي ممر في البحر الأسود يدور الحديث هذا. وجرت أول محادثة هاتفية بين بوتين وأردوغان منذ أكثر من 5 أسابيع الأربعاء الماضي، حيث اتفق الرئيسان على التحضير لاجتماع محتمل وناقشا تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين موسكو وأنقرة وتنفيذ مشاريع الطاقة والتعاون في مجال السياحة وفق وكالة تاس. وأكد بوتين عزم روسيا على التعاون مع تركيا والدول المهتمة الآخرين في وضع خيارات لتزويد الدول المحتجة بحبوبها. أكد أردوغان بدوره أن تركيا ستواصل جهودها النشطة واستخدام الدبلوماسية بشأن تمديد مبادرة الحبوب في البحر الأسود. حملة أمنية. شهدت تركيا في الأيام الأخيرة حملة أمنية استهدفت من تسميهم السلطات التركية المهاجرين غير النظاميين، حيث سجل كثير من حالات الترحيل التي شملت مئات الأجانب من جنسيات مختلفة في مقدمتهم الأفغان والسوريين. أتزامن ذلك مع وقوع حوادث عدة في البلاد نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى اعتداءات على أجانب وصفت بأنها عنصرية. وكثفت السلطات في الآونة الأخيرة ما تقول إنها حملة على المهاجرين غير الشرعيين. وباتت مشاهد المعتقلين أمرا شبه يومي، فخلال الشهرين الماضيين تم القبض على 36 ألف مهاجر غير نظامي، رحل منهم 16 ألف شخص. ومع تأكيد السلطات أن عملية الترحيل تشمل المهاجرين غير الشرعيين مخالفي القوانين، يقول حقوقيون أتراكا أن أخطاء شبهت ربما إجراء الترحيل بعض الأجانب في الآونة الأخيرة. يأتي ذلك في وقت تعيش فيه تركيا جدل بشأن مخاوف تزايد الخطاب العنصري وتنمي ظاهرة العداء للاجئين بسبب الصراعات السياسية الداخلية. تركيا تصعد. أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 5 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية قسد، ردا على محاولة استهداف تلك القوات لمنطقة نبع السلام الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل ما يعرف بالجيش الوطني السوري في شمال شرقي سوريا. وتشهد المنطقة تصعيدا شديدا من جانب القوات التركية والفصائل في الأيام الأخيرة عن طريق القصف المدفعي، فضلا عن الاستهدافات بالمسيرات التركية المذخرة. وبلغت حصيلة التصعيد 9 قتلى من قسد، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وامتدادا لحزب العمال الكردستاني في سوريا غالبية قوامها. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان أن قواتها تواصل الرد بالشكل الأمثل على تنظيم الوحدات الكردية التابعة للعمال الكردستانية الذي يسعى فقط لإراقة الدماء في المنطقة. وأضافت أبطال الجيش التركي تمكنوا من تحديد قتل 5 إرهابيين من التنظيم لدى محاولتهم استهداف منطقة عملية نبع السلام شمال سوريا. وكان 4 عسكريين من قسد قتلوا وأصيب آخران مساء الخميس في استهداف سيارة على طريق القامشلي عامودة بمحافظة الحسكة بطائرة مسيرة تركية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقالت قسد في بيان إن الطائرة التركية مسيرة هاجمت مساء الخميس سيارة كانت تقل 6 من قادة ومقاتلين أثناء توجههم إلى منازلهم لقضاء إجازتهم الشهرية، حيث قتل 4 من المقاتلين وأصيب 2 آخران بجروح. وأضافت أن أحد القتلى هو القيادي آرم محمد إبراهيم الذي فقد جزءا من جسده خلال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي. وكل من ديار جمعة خليل وأحمد فاضل سمو وبرزان مصطفى الشيخ موسى الذين كافحوا لسنوات طويلة من أجل حماية المنطقة وشعبها، وكان لهم دور فعال في جميع المعارك ضد الإرهاب. تركيا تتخذ. رفع اتحاد نقابة المحامين التركي دعوى قضائية في مجلس الدولة لإلغاء وقف تنفيذ لائحة تنفيذ قانون الجنسية التركية المنشور في الجريدة الرسمية في 13 من مايو 2022.
وفي الالتماس زعم أن الشروط المتعلقة باكتساب الجنسية يجب أن ينظمها القانون، وأن اللوائح المعنية بشأن تقييم الجنسية بالعملة الأجنبية أضرت بالسلطة السيادية الخفية للدولة في هذا المجال. ورفضت الدائرة العاشرة في مجلس الدولة طلب وقف تنفيذ اللائحة على أساس عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من قانون إجراءات المحاكمة الإدارية. وأدلى إيرينش سانجان رئيس اتحاد نقابة المحامين التركية ببيان حول القرار على وسائل التواصل الاجتماعي: على الرغم من أن طلبنا بوقف التنفيذ غير قانوني بشكل واضح، إلا أن الرأي الإيجابي لقاضي التحقيق في مجلس الدولة والمعارضين انعكس الرأي، وفي القرار الذي تم تمريره بأغلبية الأصوات أملنا سنواصل متابعة إجراءات التقاضي بإحساسنا بالانتماء والمسؤولية الذي لا يمكن قياسه بأي عملة. وبشكل استثنائي فإن اللائحات التي تزيد من قيمة العقارات التي يجب شراؤها لطلب الحصول على الجنسية التركية من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار للحفاظ على مبلغ المساهمة لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأجنبية في الصناديق التي تحددها وكالة تنظيم ورقابة التأمين والمعاشات التقاعدية الخاصة، ولمدة 3 سنوات، وهي تسمح لأولئك الذين تحددهم وكالة تنظيم ورقابة التأمين والمعاشات التقاعدية الخاصة الذين استثمروا في نظام المعاشات التعاقدية الخاص بشرط بقائهم في النظام للتقدم للحصول على الجنسية التركية الاستثنائية. القضاء التركي: تحرك القضاء بعد اختفاء شاب في اسطنبول قبل موعد زفافه بيوم واحد. حسب ما نقلت صحف محلية، احتفل العريس قبل موعد زفافه مع خطيبته التي عاش معها مدة 6 سنوات قبل يوم واحد من الزفاف فقط دون أي تبرير. لم تتمكن الشابة التي تخلى عنها العريس دون إبلاغها من الوصول إلى الشخص الذي حلمت بالزواج منه سواء عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي رغم معاناتها لأيام. ودعت العروس أن لديها دينا ماليا ثقيلا في علاقتها التي استمرت 6 سنوات وأحالت العملية للقضاء. وبدأت الشابة التي أرادت إعادة ما يقرب من 1.5 مليون ليرة قدمتها لخطيبها في إجراءات تنفيذية لتحصيل الأموال. ليس ذلك فحسب، اشتكت المرأة إلى مكتب المدعي العام في اسطنبول بشأن خطيبها السابق بتهمة الاحتيال مع الوعد بالزواج. واستعادت أمل جميع الأموال التي دفعتها بفضل إجراءات التنفيذ التي بدأتها، بينما بدأ مكتب المدعي العام تحقيقا ضد الشاب بتهمة الاحتيال. وقالت المحامية جيزم غونسي في تقييمها للموضوع: الطرف الآخر الذي تخلى عن الزواج في اليوم الأخير هو في الواقع يخضع العملية بوعده بالزواج، لذلك اتخذنا إجراء تنفيذي وطالبت برد الأموال المدفوعة له عن طريق هذا البنك على المبلغ المرسل، كما تم الانتهاء من إجراءات التنفيذ. مذكرة توقيف: أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق امرأة من أصول إيرانية أحرقت نسخة من القرآن الكريم بالعاصمة السويدية ستوكهولم. وصدرت مذكرة التوقيف بحق مرجان بريمي 47 في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة للجمهورية التركية في العاصمة أنقرة. وجهت النيابة ضد بيرامي تهمتي تحريض الشعب بشكل علني على الكراهية والعداوة وهانة القيم الدينية التي تبناها جزء من الشعب علنية. وبناء على طلب النيابة أصدرت محكمة صلح الجزاء الخامسة في أنقرة مذكرة توقيف بحق بيرامي. والخميس ذكر مراسل الأناضول أن بيرامي أقدمت على حرق القرآن الكريم على شاطئ سكوتلوهوم بمنطقة بروما. ونفذت بيرامي الاعتداء تحت حراسة الشرطة السويدية التي اتخذت إجراءات أمنية في المنطقة. وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمنيين متطرفين أمام سفارة دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا بخلاف استدعاءات رسمية لدبلوماسي الدولتين في أكثر من دولة عربية. وفي 26 من يوليو تموز الماضي تبنت الأمم المتحدة قرار بتوافق الآراء صاغه المغرب يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة باعتبارها انتهاك للقانون الدولي. عزيزي المتابع، ما رأيك بالتصريح الذي أطلقه أردوغان